بزوج حبات بيض اروح ونديروا اكثر من 15 حبه كاب كيكس بنكهه الليمون. هذه الوصفه كنت نخدم بها لي كوموند في 2019 يجيو خفاف ريشه. سجلي الوصفه باش تجربيها لولادك وتبعيني. راح تكسري زوج حبات بيض مع كاس سكر رشه ملح ولافاني مع مبشور حبه ليمون. تخلطي حتى يذوب السكر وتزيدي كاس غير ربع زيت مع عصير ليمونه ووحده ياغورت ناتور. تزيدي تخلطي وتجمعي العجين بزوج كيسان فرينه مع كيس خميره الحلوى ولا 10 غرام، وتزيدي تخلطي حتى يجانس الخليط. واختياري تقدري تزيدي 50 غرام تاع حبيبات الشوكولا البيضاء. وعجين الكاب كيكس تاعي راهو واجد، شفتوا شحال ساهل. دركا في كل حبه حطوا زوج مغرف كبار ودخلوها طيب على 180 درجه. بالنسبه للامورينغ هذه القاعده احفظوها، كل كيل تاع بيض ديروا ضعفوا السكر. انا درت زوج بيض قستهم ودرت الضعف تاعهم سكر وطلعتهم على اقصى درجه حتى تحصلت على هذا القوام. وحبيت نحشي الكاب كيكس تاعي بكرانشي ليمون من عند غوستو، هكا يجيو مقرمشين من داخل وفيهم كريمه الليمون، يجيو بزاف بنات. فاتت 20 دقيقه وطابوا الكاب كيكس تاعي. لازم يجوكم هكا بلاطين، فهمتوا؟ هذو دي كاب كيكس ماشي دي مادلين. نحفرهم ونحشيهم بالكرانشي تاع غوستو، نعاود نغلق عليهم ونزينهم بلا ميرين كيما راكم تشوفوا. ما بقى لي غير نحمرهم بالشاليمو والكاب كيكس تاعي راهم واجدين. هنا التزيين اختياري، انا زينت بشرائح الليمون مع ورق نعناع وقدمتهم. جربوهم لولادكم في العطلات، تقدروا ديروا لهم الذوق اللي يحبوه. وهذا ما كان.